السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا ولادة بنت للمطلقة في المنام. فأجمع المفسرون على أن إنجاب البنت في منام المرأة المطلقة من الرؤى المحمودة، حيث أن البنت في المنام تعني دخول دنيا جديدة تختلف عما تعرضت له هذه المرأة في وقت سابق من المشاكل والهموم. يرمز إنجاب البنت للمطلقة بأنها ستنشغل في حياتها بأمور هامة مثل العمل، وستحقق نجاحات كبيرة على المستوى المهني، كما ستتمكن من جمع مبالغ طائلة. بمقدار جمال البنت في منام المرأة المطلقة فإنها ستحصل على سعادة في أيامها القادمة. إذا رأت المطلقة أنها أنجبت فتاة جميلة المظهر فإن الرؤية محمودة تدل على حصولها على أشياء جيدة في الأيام المقبلة، وستكون سعيدة بها وعلى تحقيق الأمنيات وكثرة الرزق والخير. رؤية المطلقة أنها تلد بنت وبجوارها طليقها، فهذه الرؤية تدل على الرجوع من جديد إلى زوجها السابق، وأنها ستعيش حياة كأنهما أول مرة يتزوجان ولن يفكرا في الماضي مرة أخرى. فولادة بنت للمطلقة كما قال ابن سيرين تدل على صلاح حالها وقوة إيمانها. إذا شاهدت المرأة المطلقة في المنام أنها تلد مولودة أنثى فيرمز ذلك إلى التوفيق والنجاح. فرؤية المرأة التي طلقها زوجها أنها تنجب بنت تشير إلى علو شأنها ومكانتها وتوليها منصب مهم في مجال عملها. إذا رأت المطلقة أنها حامل ومن ثم وضعت بنت ذات وجه جميل يرمز إلى سمعتها الطيبة وأخلاقها الحسنة التي تتمتع بها بين الناس، مما يجعلها مصدر ثقة. إذا شاهدت المطلقة أنها تنجب بنت وتقوم بإرضاعها فيرمز ذلك إلى أن الله سيرزقها بالذرية الصالحة البارة بها. إنجاب البنت وإرضاعها للمطلقة في المنام يشير إلى نجاحها في حياتها التي تجعلها محط أنظار الجميع ممن حولها. التي ترى في منامها أنها تنجب بنت دون ألم ولادة يدل على حظها الوفير والتوفيق الذي سيلازمها في حياتها. إنجاب البنت بسهولة للمطلقة بشارة لها بالفرح والسعادة والتخلص من المشاكل والهموم التي أرقت حياتها. أيضا إذا شاهدت أنها تلد طفلة بسهولة ويسر يدل على انتهاء المشاكل التي كان يتسبب فيها زوجها السابق وتمتعها بحياة هادئة ومستقرة. المرأة المطلقة التي ترى في المنام أنها تنجب بنت وتقوم بتسميتها دلالة على زواجها مرة ثانية، وأن الله سيرزقها بطفلة تحمل نفس صفات الاسم التي أطلقتها في الحلم. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا، ونلقاكم في تفسير جديد. فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.